توقع تشوف اتحاد العاصمه يوم غد؟ واقع اتحاد العاصمه غد راح يكون علامه استفهام كبيره. انا مانيش انا ما نقدرش شوف انا ما نقدرش يعني نتوقع نوحي نعلم الغيب ما نعلمش الغيب. اتحاد العاصمه نقول لك يقدروا يديروا مباراه كبيره كما قال لك، لانه فريق اسفي ماهوش من الفريق الكبير، متواضع جدا، يقدروا يديروا مباراه، ولكن ما نحلموش بالفريق تاع اتحاد العاصمه اللي كان عند بن شيخه. هذه نقولها سي با باسكو سي ان اونترينور الجيريان، باسكو سي ان اونترينور برغبه اللاعبين اللي يعرف يسير اللاعب الجزائري. نقدروا نقولوا انه شيء كبير ولا متعلق برغبه اللاعبين في تحقيق الفوز. بارك الله فيك. غدا سي با لونترينور، ماهوش هذا المدرب اللي راح يدخل ويدير الجرين تاع سي ان ايترونجي، ديجا لو لونغاج، ديجا لا رياكسيون تاعو، ديجا لاج تاعو. لكننا نتحدثوا على مدرب اللي عنده خبره كبيره في افريقيا وعنده تتويجات. سي فورماتور، هذا يبني لك فريق على عام، يقدر يدير لك فريق ممتاز، ولكن حنا نتكلموا على فتره قصيره. باش نتسناو مقابله كبيره من فريق اتحاد العاصمه، انا على حسب الراي تاعي ما كاش النوعيه هذيك اللي راح يمتعوك كثير ولكن الشيء اللي نتمناوه كما قال لك شيخ، نتمناو اللاعبين يكونوا حاضرين ذهنيا بدنيا باش يأديوا مقابله في المستوى. انا تكلمت لك المنافس ماهوش منافس قوي، منافس متواضع جدا على فريق الاتحاد. باش يتاهل لازم يدير لو بلان هنايا في المقابله هذه، على الاقل يفوز باثنين ولا ثلاثه باش على الاقل مقابله الاياب يلعب اكثر ارتياحيه ان شاء الله. شكرا لك العمو. نصف النهائي سيلعب هناك بالمغرب. الناس راهي تطبخ لكم، الناس راهي توجد لكم، الناس راهي تخطط لكم، لازم ما تبقاوش راقدين. الكره كانت عند اتحاد العاصمه، ما رجعهاش سيمان، رجعها الفريق اساسي. انا اعطى لهم البالون قال لهم نلعبوا، مين البالون كان عندي انا، كيف تعطي له البالون؟ الاربيتا كوتي لازم ما نبقاوش نخليهم يحقرونا ويظلمونا وحنا نربعوا يدينا ونقعدوا نشوفوا فيهم هكذا. يا المهابل يا اللي ما عندكم حتى علاقه بكره القدم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. فيديو جديد كما سمعتم معنا في المقدمة ديالو. في كل مواجهة للأندية المغربية مع العالم الآخر يخرج الإعلام ديال العالم الآخر يبكي ويشكي التحكيم. غادي نشاهدوا المباراة ديال اولمبيك اسفي مع اتحاد العاصمة. الإعلام ديال العالم الآخر خرج يبكي ولم يتحدث على امور وقعت في تلك المباراه. قبل ما نبداو المباراه ديال الجيش الملكي ونهضه بركان، مواجهه مغربيه في دور الابطال انتهت بفوز الجيش الملكي بثنائيه نظيفه. كنا حاضرين في اجواء ديال المباراه وكنا كنقولوها من البدايه، الفريق المغربي اللي كيلعب مزيان واللي عنده الامكانيات انه يمشي للنهائي ويتوج بهذا اللقب نقولوا له مبروك ونشجعوه. انا بكل روح رياضيه صراحه، لانه مواجهه كانت مغربيه. لو كان لعبنا بركان ولا مثلا الجيش لعبوا مع شي فريق اخر وخسرنا بهذه النتيجه يبقى في الحال، ولكن هذه المواجهه ما بين الانديه المغربيه الاهم هو انه الفريق اللي عنده الامكانيات وعنده الاسلحه المناسبه باش انه يتوج باللقب راه ضروري. اما غادي نتلاقاو مع سان داوز اللي ربح الترجي في تونس، ولا غادي نتلاقاو مع الترجي. يعني ان شاء الله بحول كل التوفيق لا للجيش ولا لبركان اللي عنده الامكانيات وقادر انه باش يوصل النهائي لابد ان يحسم اللقب، لانه غادي اللقب النهائي غادي تلعب هنا في بلادنا. كذلك ايضا اسفي اول مشاركه له وصل الى النصف النهائي، جاب نتيجه رائعه من قلب الجزائر مع التعادل مع اتحاد العاصمه، وجاب واحد النتيجه رائعه اللي غادي تخدموا ان شاء الله بحول في المباراه ديال الاياب في ملعب باسفي، الملعب الذي باسفي. القرش المصفي سيكون مدعم بالجماهير ديالو، كذلك بركان امام الجيش غادي يكون ايضا مدعم بالجماهير ديالو. لكن احنا كنتمناو انه الفرق المغربيه نشوفوها ان شاء الله في النهائيات ونتوجوا بالالقاب سواء ديال الكاف ولا دوري ابطال افريقيا. هاد الجوج ديال البطولات النهائيات غادي يكونوا هنا في بلادنا ان شاء الله بحول الله، وكل التوفيق للفرق المغربيه. نبداو مشاهدينا الكرام. الاعلام ديال العالم الاخر خرج كيبكي الحكم ديال المباراه، كيفاش الفار قلع الهدف لاتحاد العاصمه، والهدف واضح بانه تقنيه الفار علاش ديناها الا ما حناش ما نرجعوش لتقنيه الفار ونشوفوا الاخطاء ديال الحكم ديال الساحه. علاش دينا تقنيه الفار؟ واش غير تقنيه الفار ما خدامش في الجزائر وبغيتوا انه في الكاف وفي افريقيا تقلعوا تقنيه الفار؟ انتم اصلا في الدوري الجزائري ما عندكمش تقنيه الفار في جميع الملاعب، عاد راكم كطوروا بشويه باش انكم تولفوا ديروا تقنيه الفار، وعندكم اخطاء كبيره ومهازل على مستوى ديال التحكيم. لكن نبداو نقطه مهمه لم يتحدث عليها الاعلام ديال العالم الاخر، ونخليكم تسمعوا ذاك المهرج ديال بن شيخ ديالهم وذاك العالم ديالهم اللي خرجوا حتى هما يتحدثون ويبكون على ما حدث. قال لك لاتحاد عاصمه امام اولمبيك اسفي اللي طلعوا قروشه بامتياز. نشوفوا هذه اللقطه، الحكم الجزائري في مباراه ديال الترجي وصن داونز، لماذا لم يتحدث الاعلام ديال العالم الاخر على هذه التبهديله؟ شاهدوا.
كما شاهدتوا معنا الحكم الجزائري غربال خرج تحت قصف ديال جماهير ديال الترجي بقاروره المياه. الحكم اللي قلع الهدف ديال الترجي اللي سجلوه في المرمى ديال صنداز والهدف ديال التعادل. الاعلام ديال العالم الاخر لم يتحدث على هذا المشهد. كذلك ايضا مشهد اخر لم يتحدث الاعلام ديال العالم الاخر على ضربه جزاء لفريق اولمبيك سافي. الصوره واضحه، شاهدوا هنا كما كتشاهدوا معنا هنايا، ها هي لمسه يد واضحه على اللاعب ديال اتحاد العاصمه. شوفوا اللقطه والاعاده غادي تبان هنا، التسديده لمسه يد واضحه وضوح الشمس، لكن الحكم لم يعود لتقنيه الفار، ما حسبش ضربه جزاء لفائده فريق اولمبيك سافي. وحنا ما كنبكيوش، ها هي ضربه جزاء واضحه، ولا الاعلام ديالنا المغربي ولا حنا ما كنبكيوش، حنا كنامنوا بالنتيجه على المستطيل الاخضر، حنا ما كنبكيوش. الا دار خطا الحكم دار خطا خصو يتحمل هو المسؤوليه ديالو ودير شكايه، سيروا ديروا شكايه للكاف الحكم ديال المباراه. اليوم دابا عيسى سي السنغالي، الزوج ديالكم السنغالي اللي كتدافعوا عليه في الكان وكتدافعوا عليه باش يدي هذا اللقب اللي سحبوا منه الكاف، اللي سرق اللقب من المغاربه، اليوم هو الحكم ديال الفار ديال المباراه ديال الاياب امام اولمبيك سافي واتحاد العاصمه. علاش كتبكيو؟ ياك هذاك انتم كتدعموه كتساندوه والزوج ديالكم، حنا ما كنبكيوش. هي ضربه جزاء كما شاهدتوا مشاهدينا الكرام واضحه لاولمبيك سافي، لم يعلن عليها حكم مباراه. في اي مواجهه مع الانديه ديال العالم الاخر كيوقعوا الكوارث. هنا ايضا الصوره اللي غير رياضيه بتاتا، بلد اللي كيفضل انه يهود العالم ديال البلد ديالو باش ما يطلعش العالم ديال بلد اخر. حنا لا نعامل بالمثل، حنا غادي ان شاء الله العالم ديالنا يطلع ونخليو حتى ديالكم. حنا ما عندناش هذه المشكله، ما عندناش هذا الحقد هذا ولكن هنا الصوره، لماذا الاعلام ديال العالم الاخر لم يتحدث على هذه الصوره؟ حشومه وعار انه في مسابقه افريقيه تحذف الشعار او الرايه ديال البلد اللي كتلعب مع كره القدم. هما متعودين على هذه الامور الخبيثه، فهذه امور خبيثه ليست بروح رياضيه وليست رياضيه. وهذه راه اللاعب ديالكم يلعب على ارضيه الميدان يبغي يشوف العالم ديال بلاده مع من لاعب ما غاديش يشوفها، غادي يتاثر. يعني هذه الصوره تؤثر على الفريق ديالكم وليس على الفريق ديالنا الخصم. كذلك ايضا صوره اخرى هنا كما كتشاهدوا معنا هجر ديال الصور، هنا الهدف ديال اتحاد العاصمه اللي جاء عن طريق ديال التسلل. والغريب في الامر هو ان الحكم ديال المباراه قلع الهدف وما حسبش الهدف ولا عطى البطاقه الحمراء للحارس ديال المرمى ديال اولمبيك سافي. انت منين لغيت الهدف بداعي تسلل حتى البطاقه الحمراء تلغى الحارس ديال المرمى وطرد الحارس ديال اولمبيك سافي. اولمبيك سافي رجال لعبوا بنقص عددي، ورغم ذلك الحمد لله جينا بنتيجه تعادل، نتيجه تخدم مصلحه ديال اولمبيك سافي. ونتمنى ان شاء الله انه في المباراه ديال الاياب ما يسجلوش علينا، ونحاولوا ما امكن نكونوا ان شاء الله مركزين اكثر. كذلك ايضا صوره اخرى هنايا مشاهدينا، المهازل، شفت المهازل وغير مع اولمبيك سافي، مع واحد الفريق اللي متواضع في اول مشاركه ديالهم في كاس الكاف، خارجين كيبكي وكيشكي والتحكيم وكانهم يلعبون مع بركان ولا الرجاء ولا الوداد ولا الجيش. هذه اولمبيك سافي هبلتهم عباد الله. هنا مشاهدينا الكرام الصوره اخرى ايضا جماعيه، اللاعبين ديال الجيش ديال اولمبيك سافي اللاعب الجزائري بدون الشعار على القميص ديالو، وقال لك لا يا سيدي الشاف ماتريان هو اللي كذا هو كذا. هذه مقصوده من عند اللاعب الجزائري ولا يجب السكوت عليها، وعلى اداره الفريق انه في المباراه القادمه ما يلعبوش السيد هذا، لانه في الطريقه ديال الفرحه ديال الحكم فاش لغى ضربه جزاء. شوف الطريقه ديالو، ما احتفل ما دارش شي حركه يبين بانه باغي اولمبيك سافي يربحوا. هنا بعد المباراه خرج ودار واحد ستوري مع الطاقم التقني ديال اولمبيك سافي وكيطلب الاعتذار، وقال لك اودي كنعتذر باني ما كانتش مقصوده، شاف ماتريان كذا حمل المسؤوليه. خرج ايضا شاف ماتريان ديال الامتعه ديال اولمبيك سافي ونفى الخبر، قال لك انا هادشي ما فراسيش كاع. يعني اللاعب دار هادشي مقصود، انت كلاعب على الاقل انه كتدخل الشوط الاول كامل ما شفتش بانه القميص ديالك ما فيش العالم ديال المغرب، هذه مقصوده صراحه. كذلك ايضا هنا الصوره اخرى ايضا، برافو المودن داروها به في المباراه ديال دور المجموعات، رجع لهم الصف ايضا. هنا كما كتشاهدوا معنا هذا الفيديو رجع لهم الصرف هنا في المباراه ديال نصف النهائي في كاس الكونفدراليات الافريقيه. النهار اللي مشينا في دور المجموعات كما شاهدتوا معنا العالم ديالنا خبعوه واحد العميد ديال اتحاد العاصمه، واليوم تلاقينا معهم من جديد. المودن بولحيه ديالنا دار نفس اللقطه، درق العالم ديالهم ورجع لهم الصف. برافو.
هذا الشيء اللي كان المعامله بالمثل من طرف اللاعبين. لكن الاعلام ديال العالم الاخر لم يتحدث على الهزيمه ديال شباب الوزداد على ميدانه والظلم التحكيمي اللي تعرض له شباب الوزداد. ما كيدافعوش على هذا الفريق كما كتشاهدونا الحصره ديال اللاعبين ديال شباب الوزداد فقط هما ما كيتكلموش على المصريين اللي كيخسروا معاهم ولا مع التوانسه ولا مع الافارقه، كيخرجوا كيتكلموا فقط منين كيخسروا امام الانديه المغربيه. نخليكم مع بن شيخ والاعلام ديال العالم الاخر البكاء والشكا والخوف من القرش المسفيوي المتواضع اللي يتدين الترتيب في الدوري المغربي. ولكن على مستوى الكاف برافو الرجال، قدمتم مباراه كبيره. نخليكم كيفاش الاعلام ديال العالم الاخر خايف بكم من اللقاء ديال الاياب وبقياده الحكم السنغالي الزوج ديالهم في الفار عيسى سين. خليكم مع فيديو نتلاقاو في النهايه ديالو. اسفين عرفوه رضوان خارج الديار يدير مقابلات قويه داخل الديار اللي عنده مشاكل، وهذا يساعدنا. يساعدك اذا عرفت كيفاش تتعامل مع المباراه رضوان، لان اسفي جرينت ماهوش راح يكون ضحيه، راح يلعب امام الجمهور ديالو. فريق اللي متواجد في المراتب الاخرى في الدوري المغربي يقول لك 13 يقول لك راح نسلك الموسم تاعي بهذا الذهاب الى النهائي ومن بعد كل شيء ممكن. نولي رضوان النتائج الكارثيه هو عدم استقرار الطاقم الفني، هذه نتفاهموا منها مفروغين منها، يعني يتحمل المسؤوليه جزء منها بالطبع. جبت مدرب ما يعرفش الاتحاد العاصمه، ما يعرفش. انا كان من الاحسن تخليه يكمل حاجه عدلان اللي كان يدير نتائج في الدوري. نولي الحكم اخطا، الهدف شرعي. لماذا شرعي؟ وقتاش كان ثلاث حالات لما تقيسوا الكره قاستوا، عارف بلي قاستوا بيان سور ثلاث حالات ماروش ديال لانستيزي. شوف كاين ثلاث حالات وين الحكم يصفر. الحاله الاولى الكره تمشي للخصم لما تقيس الحاكم. اليوم ولا حكم قاسي سعيد لا سقسيت بحث كثير. لما تقيس الحاكم الكره وتروح للخصم الحكم يصفر. لما تقيس الحكم ويكون مباشره هدف الحكم يصفر. اوكي. لما يكون مشروع الحاله الثالثه تاع لقطه خطيره. مشروع كيفاش مشروع؟ مشروع تاع لقطه خطيره لما يقيسك ويكون مشروع تاع لقطه خطيره يصفر. هنا ما شفناش هاد الثلاث حالات، ما شفناهمش. الكره قاستو راحت للجهه اليمنى عاود ولا دار ان سونت ماركا. وزيد انت درت لا رومارك حتى كي صفرت بعد البار الكره مديتها للاسف. شنو دار الاسف؟ كان عندي البالون لا وضربه جزاء شرعيه. المدافع تاع المغرب خلى رجله من اللور، اسمها هذيك اللي طاح لها خلى رجله من اللور. ومن بعد اللاعب تاع الاتحاد العاصمه خبط في رجله. دونك الحكم هنا اخطا ب 100%. بعيدا عن الحكم، هل مردود اتحاد العاصمه كان؟ شوف المردود كان المحتوى كان ضعيف، ما شفنا حتى محتوى. المدرب هذا السنغالي احترموا ولكن فريق اتحاد العاصمه تشعر بانه احسن من اسفي كره. اسفي تبركز للوراء. مش انا شفت اسفي بعد الاقصاء تاع الحارس، شفت اسفي سيطر على المقابله. كانت عنده عده لقطات اللي كان قادر يلحق بها للمرمى. انا بالنسبه لي لما تجيب مدرب اللي يقبل لك حتى نهايه الموسم انا يدخل لي الشك. محمد اسفي تكلمنا عليها، قلنا خارج الديار تلعب مليح، داخل الديار عندها مشاكل. ولكن صراحه من الصعب باش نشوف الاتحاد العاصمه يتاهل. اولا ما عارفين التحكيم كيفاش راح يكون، وزيد لما تشوف المحتوى تاع الفريق عن المهاجمين ما كاش مهاجمين دو جودة عاليه اللي قادرين يحملوا المقابله على ظهرهم. لا لازم نتكلموا على التحكيم، لان البيت فالاب. الاربيت يقيسوا البالون كيف تقيسني حاجه ما نحس. لو كان ما تماركاش كان يدير روحو يلعب يكمل يلعب عادي. مي كي تسجل بيت حقا نتفكر تو قاسني البالون. الفار عيطوا له. ما يعيطولوش الفار خاطرش قاستو. ومن بعد الجوار عطى صاحبه عطى الاخر سونترا. صح. نو سي اون بلي دي فوتبول هذايا ماهوش كرة القدم هذه. انا ليا البيت اللي فالاب. ما حبسش انت خلاص كاع لي زاربيت في العالم نشوفهم غير تقيس فيه تروح تحبس بالون عاود. والمشكل سالي المشكله انه كي عاود ريكيبيرا لا بال الكره كانت عند اتحاد العاصمه. ما رجعهاش سيمات، رجعها الفريق اساسي. انا عطى لهم البالون قال لهم لعبوا. مي البالون كان عندي انا، كيف تعطي له البالون؟ الاربيتا كوتي لا بلاك. وسمير برك حاجه ما نكونش معاه داكور بورين فوا كي قلت لي زاربيت مانيش فاهم. ما اناش في الافريك. لا احنا فتناهم. الافريك مساكن دوكا ولاو كوريكت. الافريك كوريكت سمير. احنا المغرب هذه الجهه منا احنا مصر مروك تونس هربنا على الافريك في هاد الشوكه هذه. فهمني فو با نظلموا غير الافريك. انا البيت دار الفار روحه
دار فار باش يشوف اسك توشا البالون صح. سي با نورمال ما على بالوش الا توشا البالون. خلينا ما كاش منها هذه سالي. ما كاش انت في التلفزيون تشوفها ولا قصد فيك ولا لا انت تحس كيما قلت انت حاشا ولا تشكوه داروا له لانستيزي ما يحس والو. هذا بالون يقيسك تحس له يا ابن عمي. حبسها سي بلاص على الاقل تحبسها. والمخاوف مروان رضوان اكثر في الماتش روتور، لكن في التحكيم لازم الانسان يقول الحقيقه. الحكم كان ضد اتحاد العاصمه، كان ضد اتحاد العاصمه خاصه في لقطه الهدف. لقطه ضربه الجزاء. انا ما فهمتش علاش الحاكم كان ضد اتحاد العاصمه وكيفاش دوك حنا ما فهمتش. حاكم مصري وكان حاكم مغربي بليتو افريكان. نفهم واش كاين في الكواليس فيه، ولكن حاكم مصري روتوني بور لا كوب دي موند يعني شيء صعيب افهمه. نصف نهائي كاس الكاس. وجيسكا كون فا كونتينيي ماتنا سوبير لاربيتراج افريكان في الجزائر الان. هذا السنغالي اللي دارنا المباراه هذيك تاع نيجيريا ضربه الجزاء اللي نحانا. وفيها هديه كره القدم الماتش روتور اللي اسفي بارفوا في بلادها ما تلعبش مليح ولا عرفوا كيفاش يبروفيتيو كيفاش يحطوا الانتيليجونس تاعهم يحطوا الكره. ينجموا يسجلوا ويديروا لا سيربريز التماتيك. فهمني ينجموا يديروا لا سيربريز تما توتي بوسيف في كره القدم. ولكن شوف نهضروا بكل صراحه كي تسمع المدرب تاعهم كيهضر عندها 4 جور لا كيسمعنا هضر كي تسمعوا كيفاش هضر تحس بلي كي تشوف اليوم الاداء تاع لوسما باسكو هو من قبل هضر قال لك شامبيونا كما كان يقول سمير هكذا بصح قال لك كوب دافريك دوك تشوفوهم ولا داروا وجه اخر وجه اخر وكذايا تشوفوا لو فري فيزاج. ما شفناش لو فري فيزاج. اذا خوتي المغاربه كما سمعتم الاعلام ديال العالم الاخر متخوف بشكل كبير على من المباراه ديال الاياب امام اولمبيكا صافي. اولمبيكا صافي ما شاء الله ان شاء الله بحول الله الرساله توصل للجمهور ديال اولمبيكا صافي كلكم ان شاء الله بحول الله الى الملعب البلدي من اجل مسانده القرشه المصفي. هذه المباراه كبيره جدا، هذه المباراه التاريخ كبير ديال اولمبيكا صافي بعد ما مد كاس العرش وتوج به على حساب فريق النهضه البركانيه في ملعب فاس. فهذه فرصه كبيره انه هذا الفريق يكون حاضر في النهائي وينتظر الفائز من المباراه ديال الزمالك وكذلك شباب الوزداد ديال العالم الاخر. وكنظن بان الزمالك هو الذي سيكون في النهائي بشكل كبير لانه فاز ذهابا على فريق الجزائري في بلاده. اليوم الجمهور ديال اولمبيكا صافي سيلعب دور كبير، المسانده، الدعم. فريق اللاعبين خصهم يكونوا على قد المسؤوليه ويتقاتلوا ويجيبوا لنا ان شاء الله بحول الله التاهل الى النهائي لاول مره في التاريخ ديال اولمبيكا صافي، اول مشاركه اول وصول الى النهائي. كل التوفيق. لكن الكولاسه والبكا والشكا ديال الاعلام الاخر فقط من كيواجهوا الانديه المغربيه يطيحوا الاعلام يبكي ويشكي ويستعملوا اساليب خبيثه ليس لها علاقه بكره القدم. كذلك ايضا الكولاسه الاعلاميه البكا والشكا على التحكيم. داو حكم مصري مشكله، داو عيساسي السنغالي الزوج ديالهم مشكله، كما ديرنا مع هاد الناس مشكله. كتبقى فقط الادوات الاعلاميه ديالهم من اجل التاثير على المباراه. حنا ما كنتاثروش بهذه الاجواء، بالعكس حنا بهذا الانتقاد ديالكم بهذه الكولاسه الاعلاميه ديالكم كنزيدوا ان شاء الله نكونوا اقوياء ونتوجوا بالالقاب لا على مستوى جميع الفئات السنيه ديال المنتخبات ولا الانديه. كذلك ايضا مباراه ديال نهضه بركان والجيش الملكي المواجهه المغربيه اللي انتهت في لقاء ديال الذهاب بفوز الزعيم ب2-0 على البرتقالي. نهضه بركان على الميدان ديالو ما عمره خسر تقريبا 55 ولا 54 مباراه على مستوى الافريقي في الملعب البلدي، ما عمره خسر في المسابقات الافريقيه. هذه المباراه 56. واش بركان غادي تنتصر على الجيش الملكي على الاقل تكون انتصار وليس تاهل، ولا غادي تقدر تنتصر بنتيجه كما دارت مع فريق تيبي مازيمبي خسروا في اللقاء ديال الذهاب في تيبي مازيمبي الكونغولي ب2-0 وجاوا الملعب البلدي وغلبوا ب4-1. وهنا كانت تيبي مازيمبي كسجل علينا واحد الهدف هنا في الملعب ديال البلدي وتعقدت الامور، لكن كان زخم كبير، دعم جمهور كبير اللي كان قريب المدرجات قريب ارضيه الميدان ودار الضغط ديالو واستطاع بركان انه يفوز بريمونتادا ب4-1 على تيبي مازيمبي وتاهل لنهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه. لكن هذه المواجهه صراحه الجيش الملكي جاهز بالعناصر ديالو بالاسماء ديالو. بركان عندها اصابات، عندها كذلك غيابات مؤثره، عندها صراحه مستوى
تراجع بعد ما شفنا معظم الركائز الاساسيه ديال الفريق عندها اصابات، وكاينين اللي راهم يلعبوا وراجعين من الاصابات وما قدموش هذاك المستوى اللي كنا كنشوفوه في المباريات السابقه ولا المباريات ديال الموسم الماضي. اذا كل التوفيق للانديه المغربيه، نشوفهم ان شاء الله في النهائي ويتوجوا بالالقاب الافريقيه اللي غادي يكون النهائيات ديالهم هنا على الملاعب المغربيه. خوتي المغاربه كما سمعتم الاعلام ديال العالم الاخر يريد التاثير على الانديه وعلى الجمهور المغربي، لكن احنا لن نتاثر بالكولسه الاعلاميه ديالهم، ان شاء الله سنذهب من اجل الوصول الى المبتغى وهو التتويج ان شاء الله باللقب القاري للانديه، بالالقاب القاريه للانديه المغربيه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تبقوش باراء ديالكم، خليونا لايك الفيديو، الناس اللي مشاركينش معنا في القناه نتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. تحياتي لكم وديما المغرب.